مساء هنا وسعادة ورضا. معاكم أحلام السعدني في يوميات وأكلات أحلام. بتمنى لايك للفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة وكومنت حلو منكم للي بيشوفني من أول مرة. تعالوا كده نشوف عملنا ايه. عملنا كده النهاردة حاجة عظمة. شايفين الكماج الجميل ده؟ الله الله الله، الكماج الفلاحي كده. الكماج ده عبارة عن ايه؟ هنشوف مع بعض. هنشوف مع بعض احنا عملناه ازاي. وكمان عملنا معاه الغموس بتاعه، بس احنا غموسنا بقى بشكل مختلف. عملنا ايه؟ عملنا لحمة كباب، وعملنا كفتة وبابا غنوج وشيبسي وحاجة كده عظمة. اللحمة دي لو عملتها تعتمديها، مش هتعملي غيرها بعد كده. الكفتة معانا حاجة كده عظمة ما حصلتش، تحفة جدا. الطريقة دي حلوة جدا. الكماج بتاعنا جميل، ينفع للمدارس، ينفع تعمليه وتحطيه في الفريزر وتطلعيه على قد السندوتشات، تسخنيه في الميكروويف او تسيبيه شويه قبل ما تلبسي الولاد، هتلاقيه فك معاك وبقى زي الفل. نسمي الله كده ونصلي على الحبيب، صلاه على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبنا حله كده على النار وحطينا فيها اللحمه بتاعتنا. معانا حته لحمه حلوه بصراحه من الموزه كده زي ما بيقولوا، وحطيناها كده في الحله بتاعتنا. هنعمل ايه فيها؟ هنشيل الريم بتاعها طبعا، هنقشط ريمها زي ما بيقولوا. بس اما تطرد الريم بتاعها كده زي ما انتم شايفين، هنبدأ نشيل الريم بتاعها كده وهنضيف لها النكهات بتاعتها. كده هتطلع معاكي شوربة رايقة، شوربة طعمها حلو. حاجة كده ما حصلتش بصراحة يعني. تمام تمام. اخباركم ايه بقى في المدارس؟ يا رب كده تكونوا بخير، ويا رب تكون حاجة المدارس هينة على كل واحد يا رب العالمين. انا عارفة ان الحاجة غالية جدا، فيا رب يصبر قلوبنا وقلوبكم كده، ويعيننا ويعينكم على اللي احنا داخلين عليه يا رب العالمين. تعالوا بقى ننكه اللحمة بتاعتنا. حطينا مستكة وحبهان، وحطينا قطعنا طماطمية وبصلة، وحطينا فلفل اسود وكركم ومرطناها كده، وكمان حطينا فيها بصلة كبيرة كمان مصححة علشان نزود نكهة الشوربة بتاعتنا. اعملها بنفس الطريقة وحياة ربنا كل اللي بيجي يشرب الشوربة بتاعتي يقولوا احنا من زمان جدا ما دقناش شوربة زي دي بصراحة. فما تخسريش الموضوع ده، وطلعي شوربتك كده بطريقة حلوة. هنا اللحمة كانت خلاص قربت تستوي، فدي الخطوة التانية بتاعتنا النهاردة. عملنا ايه؟ قطعنا بصلة بصلتين وطماطميتين وقرنان فلفل حامي بارد، ولو عايز تحط قرن فلفل حامي حط، كل واحد على حسب ما بيحتاج. حطيت بقى فلفل اسود وملح وبابريكا، وحطيت كمان سنة من البهارات المشكلة، وحطيت كمون، وهحط كمان معاكم معلقة من دبس الرمان. ولو عندك صويا صوص تبقى حاجة كده عظمة، فكرنا ابقى اشتريها. يعني الناس اللي بتشوفني كده تقعد تقولي بجد والله العظيم بتبقى حاجه بتفرحني جدا 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 بصراحه، ان حد كده يشوفني وازيك وعامله ايه ومش عارفه ايه، واحنا بنحبك واحنا من متابعينك. فيا رب دايما اكون عند حسن ظنكم جميعا، ويا رب دايما اقدر اقدم لكم اي حاجه. ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتي يا رب العالمين. اي حد يشوف الفيديو او يشوف فيديوهاتي ويتعلم منها اي شيء ايا كان، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتي يا رب العالمين. هبدأ. شايفين الشوربة وجمالها؟ شكل وطعم وريحة حاجة كده عظمة، شغل فاخر من الآخر. جبنا كل اللحمة اللي موجودة معانا في الحلة، وهبدأ احطها في الخلطة اللي انتوا شايفينها دي. الخلطة اصلا شكلها بس يتاكل حاف كده، يتاكل من غير ما تستوي. انا حبيت اظبط معاكم وصفة بوصفة كده علشان ما تتوهوش. يعني فرضنا مثلا ان احلام مش عايزة من الفيديو غير اللحمة بس، طريقة عمل اللحمة، فاتفرج على المقطع بتاع طريقة عمل اللحمة. بس لو اتفرجت على الفيديو كامل هيفيدك اكتر واكتر واكتر. حطينا كمان كرنبين شوربه، لان احنا هنا اللحمه بتاعتنا مش هتنزل حاجه خالص، لان هي تقريبا هي مش تقريبا هي مستويه اصلا. فاحنا مش هناخد غير الصوص اللي هينزله الخلطه بتاعتنا، فهنضيف عليها كمان كرنبين شوربه علشان تقدر تتشرب كل السوائل بتاعتنا كده، وكل الصوص اللي بينزل من البصل والطماطم والفلفل. كمان عملنا الكفته. هو انا مش عارفه فيديو الكفته راح فين، بس احنا عملنا الكفته ازاي بقى. حطينا كيلو اللحمه بتاعنا. تمام تمام. وحطينا كمان عليها اللهم صل على النبي. احنا عملناها مع بعض اصلا كم مره قبل كده، فعلشان كده انا ما صورتش المقادير بتاعتنا. حطينا فيها بصله مفرومه، بصله كبيره مفرومه او بصلتين مفرومين، وشلت منهم الميه بتاعتهم. وحطينا كمان معلقتين من الدقيق، معلقه من النشا كبيره، نص بيكنج باودر، ملح وفلفل، ومعلقتين كبار من الكزبره الخضراء.
اللي متقطعه صغير يعني. وبعد كده تقدري تعجنيها حوالي 7 دقايق، وبعد كده من 7 ل10 دقايق كده تعجنيها عشان الخيوط تبدا تخش في بعضها. وبعد كده تحطيها سيبها في التلاجة، ما سبتهاش، طبعيها هتطلع معاكي نتيجتها حلوه جدا. قطعت في الصينيه بتاعتنا فلفل اسود بقول فلفل اسود، فلفل اخضر وطماطم وبصل، وبعد كده صبعت عليها الكفته بتاعتنا. تمام تمام. هنا بقى هبدا اعمل الكماج بتاعي او العيش بلبن اللي انتوا بتسموه، او مش عارفه كل واحد بيسميه في بلده على حسب التسميه اللي بيسميها له. حطيت معاكم الدقيق، عملت 3 كيلو دقيق، وحطيت معلقه خميره كبيره، وحطيت كمان معلقه سكر، نص معلقه ملح صغيره، وهبدا اقلب كل المواد الجافه دي مع بعض. معايا هنا بقى اللهم بارك لبن رايب. اللبن الرايب ده احلى حاجه تعمليه. يعني انت مثلا جبتي كيلو لبن او 2 كيلو لبن وقطعه معاكي، انا بفرح، اقسم بالله بفرح بجد. بقول بس كده اتحط في الفريزر بقى لحد ما اعمل بيك قرص، اعمل بيك كماج، اعمل بيك اي حاجه. بحب اعمل بيتزا، من الحاجات اللي بعشقها. لو حصل لها حاجه بصراحه يعني بفرح بفرح ما بزعلش، لان بيبقى طعم حاجه تانية خالص. طبعا كنت لسه محتاجه، كان عندي حوالي كوبايتين من اللبن، ضفت عليهم كمان كوبايه ميه، وهبدا اعجن معاكم الكماج بتاعنا. بصوا اللي ربنا يقدره ويقدر يشتري، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك، يقدر يشتري عجان يعملها. بصراحه حلوه جدا، حلوه جدا في العجين. بما اننا كلنا خلاص ما عدناش بنقدر نعمل حاجه، ربنا يا رب يديم علينا نعمه الصحه. وما بنقدرش ان احنا ساعات كتير مننا بنحب نعمل حاجه زي كده وما بنقدرش عشان خاطر العجين. فانتي لو ربنا كرمك بامر الله اعملها جمعيه يا ستي، اعملي اي حاجه متوفره معاكي، وربنا ييسر على كل واحد يا رب، وفك كربنا وكرب المكروبين، وفرجها علينا وعليكم وعلى امه محمد اجمعين يا رب. لحد ما العجينه لمت معايا شويه كده، قمت حاطه معاها حوالي نص كوبايه من الزيت. او نقول كوبايه زيت، نحط حوالي كوبايه زيت، هي اخدت مني كوبايه زيت. تمام. وما شاء الله العجينه يعني بتلزق تلزيقه بسيطه كده، هي دي اللي انا عايزاها، بحيث تبقى معايا طريه كده، ما تبقاش ناشفه ويشقق معاكي ويبقى وشه ناشف ويضايقك وكده. تمام تمام. اهو كده ما شاء الله. سبتها لحد ما خمرت معايا، وقطعتها كده زي ما انتم شايفين. وعملته طبقات كده ما شاء الله، اللهم بارك. وببدأ اعمله في الفرن اهو، ما شاء الله شايفين بيفتح معايا، بيبدأ يشم نفسه كده ويطلع معايا. الكماج لازم بططيه، طلعتيه كده عملتيه على القماشه زي ما انتم شايفين قبل كده، تسيبيه حوالي ربع ساعه، ما تشيلوهوش ما تشيلوهوش. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ مش احنا المقطع ده احنا عاملينه قبل كده؟ هو في ايه؟ ما علينا. ما تشيليش، ما تروحيش تحطيه في الفرن الا ما يرتاح. مراحل العجين لازم ترتاح. العجين معاكي خمر، ركزوا بقى في اللحمه المفرومه والكفته بتاعتنا، وركزوا في كلامي برضو. عجنتيه خمر، قطعتيه قطع صغيره كده، سيبيه لحد برضو ما يرتاح. بططيه وعملتيه على اللهم صل على النبي، على القماش، ورصتيه كده. كل طبقه حطيت بينها وبين بعضها قطعه من القماش، كل طبقه حطيت عليها قطعه من القماش. سيبيه يرتاح حوالي ربع ساعه او تلت ساعه، وبعد كده شغلي الفرن بتاعك واعمليه زي ما انا بعمله كده. انا ليه حطيت صينيه؟ انا ممكن احطه على الصاجه مباشر واوطي النار واشتغل بعمل كده اصلا على طول. بس الفرن بتاعي دايما بشوي فيه سمك وبشوي فيه بوري ومش عارفه ايه، فانا عايزه ما الكمامه بتاعتي ما تتوسخش يعني، او الخبز بتاعي اللي انا بعمله ما يتوسخش. تمام. فهيطلع معاكي زي ما احنا طلعناه كده بالظبط اهو، نفس المقادير اللي قلت لكم عليها. معلقتين من الدقيق، معلقه كبيره من النشا، نص معلقه من البيكنج باودر، معلقتين كبار من الكزبره الخضراء، بس دي ما كانتش معايا طازه، كانت في الفريزر. حطينا بصلتين كبار مبشورين وصفيتهم، عجنتهم حلو جدا لحد ما شفتوا النتيجه كده، احس ان هي فيها خيط وبيطلع منها خيط كده ببعضها. اللهم صل على النبي، صليت بينا على النبي يا قمر، عليه افضل الصلاه وازكى السلام. اللهم صل على النبي. حطيناها كده زي ما انتم شايفين، وسيبناها شويه، وبعدين صبعناها. هو انا مش عارفه المقطع ده جه في النص ليه، بس عادي يعني، هو المقطع مقطعنا والفيديو فيديونا، واحنا اهل مع بعضينا، فمش فارقه معانا ايه جه قبل ايه ومين جه مع مين. المهم ان احنا مبسوطين، والمهم ان احنا بنقدر نستفيد من الفيديو، والمهم ان احنا ناخد الفكره بالظبط وخلاص، اهم شيء.
هنا عملت ايه بقى؟ هنا نسيت اجيب الميه بتاعه البصل. لما بشتغل كده في الكفته بتاعتي بلاقيها بتضايقني وبتلزق كده شويه في ايدي من كتر العجين بتاعها. ابل ايدي واصبع، ابل ايدي واصبع، بتلاقيها ما شاء الله معاكي طالعه حلوه جدا، والتصبيعه بتاعتها طالعه حلوه، وعطيها لمعه حلوه، وعطيها طعم حلو. وممكن نضيف عليها كمان معلقه من الصلصه هتطلع معاكي اللون عظمه. او زي ما قلت لكم حطينا الفرشه بتاعتنا اللي تحت دي بصل وطماطم وفلفل. يلا نحط الفرن ونحمر وتطلع بالنتيجه الجباره دي. اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وعملنا كمان سلطه بابا غنوج، ووريكم الكفته، ووريكم الكماج عامل ازاي، طعمه حلو جدا جدا سخن. انا كنت عايزه اوريكم هو كمان بيطلع بخار، بس كان سخن فعلا. اشوفكم على خير، بحبكم في الله. كان معاكم احلام السعدني.